السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. وتعالوا النهارده قبل ما ابتدي الفيديو اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب وبمناسبة بداية السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يتعاد عليكم الايام بكل خير. تعالوا النهارده نبقى ستات شطار كده هوت ونعمل كل حاجة في بيتنا. نعمل احلى زبدة واحلى جبنة قريش ويبقى كده عندنا اكتفاء ذاتي وما نحتاجش نشتري حاجة من بره. ومحدش يغشنا ابدا في الزبدة واحلى جبنة قريش بخيرها مليانة قشطة. تعال نخش على التفاصيل. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو. من احلى الشهور اللي نعمل فيها الجبنه والزبده دي يا جماعه هي شهور الشتاء، يعني 1 و2 و3 احلى شهور تخزني فيها الحاجات دي. معايا كده حله فاضيه على النار، وكميه اللبن دي ترجع لمقدرتك انتي، على قد الفلوس اللي في ايدك، على قد ما من حين لحين اشتري 5 اشتري 10. المهم على نهايه الشتاء هتكوني حضرتي احلى جبنه قريش واحلى زبده زي ما بقول لكم. معايا حلة فاضية كده على النار، سخنتها كويس جدا وسبتها هديت لحد ما بقت دافية. هنزل بكمية اللبن، والنهاردة كمية اللبن هشتغل فيه ب15 كيلو من اللبن. هقول لكم طلعوا جبنة قد ايه وكمان طلعوا زبدة قد ايه. تمام. انزل بقى بكمية اللبن اللي معايا دي. واهم حاجة يا جماعة لازم نجيب اللبن من مكان يكون احنا واثقين فيه. لازم اللبن يكون نوعية نظيفة جدا علشان يديكي خير كويس جدا ويديكي جبنة مرضية وكمان زبدة مرضية. بمعنى كل ما اللبن كانت كثافته أعلى كل ما اداكي كمية جبنة كويسة وكمية زبدة كويسة. يبقى أهم خطوة في إنتاج الزبدة وكمان الجبنة لازم تكوني جايبة اللبن كويس جدا، يعني مش مغشوش. تمام. ودي أول خطوة. سخنت الحلة زي ما قلت لكم كده، سبتها هديت بقت دافية. وبعد كده نزلت بكمية اللبن اللي معايا. وطبعا دي يا جماعة كان في حلة تانية بس ايه، الفيديو هيبقى طويل فأنا بديكوا الفكرة. تمام. هقلب بس اللبن كده واغطيه واسيبه في مكان دافي كده لمدة 24 ساعة على ما يربط. واهم حاجة تغطيه بحاجة كده خفيفة لحد ما يربط معاكي. وبعد ما تحسي ان هو ربط تدخليه التلاجة برضو يا جماعة، يقعد كده على الاقل 6 ساعات علشان يرمي كل الخير اللي فيه. والقشطة بتاعته كده تبقى متماسكة ونقدر نتحكم فيها واحنا بنشيلها من على وش اللبن. تمام. بعد ما ربط معاكي دخليه التلاجة علشان القشطة كده تبقى متماسكة ونقدر نشيلها من على وش اللبن زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ده كده انا مخرجاها من التلاجة، يعني بقول لكم يا جماعة ان انا لسه مخرجة الحلة دي من التلاجة. وربط معايا قعد يا جماعه 24 ساعه على ما ربط، لان احنا في الجو برد. تمام. نبتدي بقى نشيل القشطه. اللهم بارك، حاجه كده بتبقى مفرحه جدا وانت بتشيلي الخير كده من على اللبن، حاجه في منتهى الجمال. القشطه لها استخدامات كتيره جدا. تمام. زي ما انتم شايفين حاجه كده شكلها تحفه بجد. وزي ما بقول لكم يا جماعة أحلى الشهور تخزني فيها الزبدة والجبنة هي شهور 1 و2 و3. تمام. استغلوا يا جماعة بجد واعملوا الحاجة دي في بيتكم. تطلع أحلى زبدة وأحلى حتة جبنة قريش كده بخيرها، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. ووداعا بقى للغش يا جماعة اللي احنا بنتغشوا بقى في شراط الزبدة والحاجات دي. تمام. هنشيل بقى كمية القشطة اللي انتوا شايفينها، ونبتدي بقى يا جماعة نشوف الخطوة اللي بعد كده. نحاول بقى نشيل كل القشطة كده من على الوش، وخطوة التلاجة دي علشان تقدري تتحكمي وتشيلي القشطة بسهولة زي ما انتوا شايفيني وانا بشيلها كده. تمام. اهم حاجة اللبن يا جماعة ما يسخنش على النار خالص، يعني انت ما تسخنوش ولا تدفيه، انت بس دفي الحلة وسيبيها تبرد شوية كده تبقى دافية، وبعدين انزلي بكمية اللبن وغطيها وفي مكان ما يكونش فيه اي حركة. وغطي اللبن وسيبيه يا جماعة 24 ساعة لحد ما يربط معاكم بالشكل ده. وبعد كده ندخله التلاجة علشان نقدر نتحكم في القشطة. وادي اللهم بارك يا جماعة اللبن مش منزل مية، حاجة كده زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبه ونديله بقى رشة ملح كده بسيطة عشان نعمل احلى جبنة قريش. وده اللبن بقى الرايب يا جماعه، يعني انت لو عايزه تعملي منه معجنات هتعملي يعني شويه اللبن هتستغليهم في حاجات كتيره جدا. يعني ممكن تاخدي جزء لو انت عندك معجنات وعايزه تستعمليها، تاخدي جزء من لبن الرايب تعملي احلى منه معجنات طبعا. اديت بقى رشه ملح كده علشان بقى تصفي ميتها كده، والملح بقى نتحكم فيه
يعني دي رش كده قبل ما نحطها في الشاشة بتاعتنا أو الحصيرة، وبعد كده يا إما تربط معانا وتجمد زي ما هتشوفوها كده وتبقى قطع، نديها رشة كمان. أهم حاجة ما تضيفيش كمية ملح كتيرة، تمام. هنقلب كده بقى ونكون محضرين بقى حصيرة بتاعة الجبنة، أو يا جماعة أي شال، طبعا كل البيوت المصرية فيها الشيلان البيضة دي، أو شاشة أو طرحة خفيفة تحطها في مصفى وتنزلي إيه باللبن معاكي في قلبها، لو ما عندكيش الحصيرة دي متاحة، تمام. جبنا حصيرة كده وننزل بقى بكمية اللبن. أهم حاجة الخطوة دي تكوني عاملاها على طبق كبير أو على صينية كبيرة، تمام. وتحاولي بقى تعصريها كده من المية، وتسيبيها على الصينية شوية لحد ما تصفى من المية، وعلى أي حاجة كده، وتعلقي الحصيرة بتاعتك لحد ما تصفى تماما وتشوفوها بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. ده بالنسبة للجبنة يا جماعة، مفيش أسهل من كده بجد، حاجة سهلة جدا وموفرة في البيت جدا، وكفاية إنك بتاكلي حاجة نظيفة. طبعا زي ما انتم شايفين بتنزل بقى كل الشرش بتاعها كده، والشرش ده يا جماعة طبعا له فوايد، أحلى معجنات وأحلى عيش تعمليه من الشرش ده، يعني ما ترموهوش كمان ونحفظ فيه الجبنة، تمام. وادي شكل الجبنه يا جماعه بعد ما صفيت من الميه، اللهم بارك، القطعه طالعه بقطعتها كده، يعني حاجه جميله جدا. وعايزه اقول لكم ان هي احنا اكننا بناكل قشطه، مش جبنه قريش زي اللي ما بنشتريها من بره دي، تمام. زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تسيبها تصفى من الميه كويس عشان تبقى قطعه متماسكه تقدري تتحكمي فيها وتقدري تشيليها، تمام. والشرش بتاعها يا جماعه ما بيترميش، بنعمل منه احلى معجنات ونحفظ فيه الجبنه. طبعا بقول لكم ان هنا بص عامله زي القشطه بالظبط، دايبه معايا كده اكنها زبده، وطعمها في منتهى الجمال، والملح اتحكمي فيه على حسب انت عايزه ملحها قد ايه. كده خلصنا الجبنه، تعالوا بقى نخش يا جماعه على القشطه بتاعتنا نحولها لزبده باسهل طريقه ممكنه. ادي القشطه يا جماعه، دي كميه القشطه اللي طلعت من 15 كيلو لبن، لسه في حبه تانيين هيجوا دلوقتي. قشطه شكلها حلو جدا. يبقى اللي في الطبق ده والطبق التاني دي كميه قشطه طالعه من 15 كيلو لبن. تعالوا بقى نخضها ونطلع احلى زبدة بجد. وقشطة الشتا بقى جميلة جدا، عندك بقى عجان ممكن تخضيها، ما عندكيش زي ما هتشوفيني كده اشتغلي، وما بتاخدش وقت. قشطة بتاعت الشتا يا جماعة ما بتاخدش وقت في الخض، يعني ضربة ضربتين كده اهوت وتلاقيها اتحولت معاكي لزبدة. تلاقيها بتعلى زي كريم شانتيه كده لما بتيجي تضربيه، وبعد كده بقى ايه، تحسي ان هي عماله تجيب في ميتها لحد ما تتكور كده، والجزيئات كلها تتلم بتاعتها على بعضيها، وتبقى معاكي احلى زبدة زي ما انتوا هتشوفوا. ماشية معاكم خطوة بخطوة كده علشان يطلع معانا أحلى زبدة. كل شوية تحس إن هي بتعلى كده أهيت، كل ما بتضربي فيها. اشتغلت بالمعلقة شوية بس، بعد كده بقى إيه أستعمل إيدي علشان نحاول بقى نلمها كده ونكورها مع بعض. اضربي اضربي كده لحد ما إيه، تحسي بقى ان هي عماله تتقل معاكي وبتنزل ميتها. اللهم بارك، حاجه كده تحسي انت سعيده وانت بتعمليها في البيت. خير والله يا جماعه بجد، اعملوا الحاجات دي في بيتكم من حين لاخر. كل ما تبقي معاكي قرش كده متوفر، اشتريك 5 كيلو 10 كيلو، صدقيني على نهايه الشتاء هتكون عندك كميه محترمه جدا من الزبده ومن الجبنه القريش، يعني مش لازم نجيب كميه لبن كتيره مره واحده، تمام. كل ما بضرب فيها كل ما بتتقل معايا اهيت يا جماعه. سهلة جدًا إنِّك تحوّلي القشطة لزبدة، ما فيهاش أي صعوبة. شوفتوا بقى شكلها كل ما باضرب فيها شكلها بيعمل إيه. هافضل أضرب فيها كده بقى، استعملت إيدي بقى عشان تتلف كده معايا، وعلشان نقدر نكوّرها بقى زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. تفضلي اضربي فيها بقى لحد ما إيه، جزيئاتها كده تتكوّن مع بعض كده، ويتكوّن ليكِ بقى أحلى كورة زبدة. كفايه بقى يا جماعه بجد حته الجبنه القريش، انت مش اكنك بتاكلي جبنه قريش زي اللي احنا بنجيبها من بره، لا انت بتاكلي جبنه كلها خير كلها قشطه. طبعا اللبن في الوقت ده ما بيبقاش رامي كل القشطه اللي فيه، بيفضل فيه كميه برضو إيه تديكي طعم حلو جدا للجبنه بتاعتك.
وطبعا بعد كده انا هنزل لكم طريقه تخزين الجبنه القريش تقعد معاكي بدل السنه سنتين، طريقه سهله جدا واحلى جبنه تخزنيها بطريقه مضمونه. بصي ما تبصش منك ابدا، بس مش هنزلها لكم في الفيديو ده، فيديو تاني عشان الفيديو دوت طويل. تمام. وهنعمل يا جماعه حاجات كتيره جدا من شويه لبن، هنملى الخير زي ما هنملى خير كده في البيت زي ما بقول لكم كده. طبعا زي ما انتم شايفين بقى شكلها اتغير، بقت عامله زي الحبيبات كده بتتلم على بعضيها اهي. ابتدت بقى تنزل الميه بتاعتها، هتشوفوا معايا دلوقتي. عندك عجان اعملي الخطوه دي في العجان، ما عندكيش اشتغلي بايدك، بلاش تصعبي على نفسك. وطبعا في ناس بتضربها في الخلاط وتفضل تضيف ميه وتهدير بقى وبهدله، لا انت تعمليها كده، تجيبي طبق عميق وتبتدي تضربي فيها لحد ما تتكور معاكي، ما بتاخدش اي وقت. القشطه بتاعت الشتا نضيفه جدا يا جماعه، ما بتاخدش اي وقت انها ايه تفصل وتبقى زبده. تمام. زي ما انتم شايفين بقى الخض بتاعها نزل، وابتدت بقى يا جماعه تتلم كده مع بعضيها اهي. وطبعا الخض اللي بيطلع من الزبدة ده يا جماعة استخداماته كتيرة جدا. أول حاجة بيطلع منه أحلى مرتة، وبيطلع منه أحلى مش البلدي بتاعنا الحلو ده. وكمان يا جماعة بنعمل منه أحلى معجنات، بس بلاش نعمل معجنات إيه يعني، بلاش ندخله في عجينة القرص الطرية الفلاحي، لأن بيديها طعم مزازة شوية. تمام. يبقى الخض بتاع الزبدة ده يا جماعة استخداماته كتيرة جدا، وإن شاء الله هنعمل منه أحلى مش، وهنعمل منه أحلى معجنات، وكمان أحلى مرتة هناكلها منه. تمام. خلاص كده الزبدة بقى إيه فصلت معايا وبقت زبدة هيت، ما عادش فيه قشطة بقى، حولناها بقى للمرحلة التانية وهي الزبدة. أحلى زبدة والله بجد يا جماعة، حاجة كده مفرحة جدا، تحسي انتي مرتاحة نفسيا وانتوا بتعملوا الحاجات دي في البيت. تمام. يعني يا جماعة اللبن مش هنرمي منه أي حاجة، حتى الشرش بتاع الجبنة القريش مش هنرميه، هنقدر نحفظ فيه الجبنة بتاعتنا، هنقدر نشيله في أكياس كده على قد كل عجنة احنا هنعجنها، شوية عجين كده ونعجن منه حاجة كده في منتهى الجمال. تمام. وأحلى مش تعمليه من الخض بتاع الزبدة، يعني الشرش اللي واقع من الزبدة تعملي أحلى مش. وادي شكل الزبده يا جماعه، وكمان هنحتفظ بالخض بتاعنا اللي بعد كده هنزل لكم فيديو ازاي نعمل منه مرته، وازاي نعمل منه كمان المش البلدي بتاعنا الحلو ده. ايه رايكم بقى؟ لسه في خطوه تانية، وهي بقى ان احنا قبل ما هنحفظ الزبده دي في الفريزر لازم نغسلها، اغسليها غسيل كويس جدا، كل الميه البيضه واللبن اللي فيها دوت ينزل، عشان لما نيجي نسيحها تبقى الزبده صافيه ونقيه كده وطعمها حلو. جبت ميه كده متلجه، وهنزل بقى بكميه الزبده ده عشان اغسلها وافككها كده من بعض لحد ما كل اللبن اللي فيها والميه البيضه دي تنزل خالص، علشان ياما نيجي نسيح الزبده دي تطلع زبده نقيه كده جميله، ما فيهاش اي طعم حامض كده، وتبقى كمان يا جماعه حاجه كده كويسه جدا. لازم تغسليها، كل الماده البيضه فيها اللبن وكل الميه ديت الخض اللي فيها دوت ينزل، عشان تطلع معاكي ايه احلى شويه زبده. تمام. بس اهم حاجه الخطوه دي تعملها بميه متلجه عشان ما تسحش ايه في ايديكي وكده. طبعا نزلت كميه بقى خض منها اهي تاني، ونبتدي بقى نكورها بقى بعد كده هوت، وتبقى كده زي الفل. تحوشي بقى الزبده عندك في الفريزر، كل ما تجيبي شويه لبن لحد ما يبقى عندك كميه حلوه كده، وتبتدي تسيحيها على النار. وان شاء الله برضو انزل لكم في فيديو زي ده. مفيش اسهل من كده يا جماعه بجد، مش لازم نضيق على نفسنا قوي. كل ما يبقى معاكي قرش كده هوت متوفر، جيبلك 5 في 10، على نهاية الشتاء هيبقى عندك كمية محترمة جدا من الزبدة وكمان من الجبنة. شوفوا بقى حتة الزبدة اللهم بارك معانا كده، حاجة جميلة جدا، أحلى زبدة. بس كده احنا كده بقى خلصنا الفيديو يا جماعة، خلاص. تعالوا بقى نشوف الخير اللي احنا طلعناه من 15 كيلو لبن. طلع لي يا جماعة 4 ال 15 كيلو لبن، طلعوا لي 4 كيلو إلا ربع جبنة، وطلعوا لي كيلو إلا ربع من الزبدة. يبقى ال 15 كيلو لبن طلعوا لي 4 كيلو إلا ربع من الجبنة، طبعا أنا وزنتهم، وكيلو إلا ربع من الزبدة. تمام. وعايزة أقول لكم إن كل ما كان اللبن بنته وكثافته عالية، كل ما اداكي خير أكتر وأكتر.
وطبعًا ده الخَض باقول لكم إن أنا مش هارميه، أنا هاشيله في كيس علشان بعد كده أقول لكم إحنا هنعمل مع بعض بإيه، تمام؟ أدي الجبنة شكلها في منتهى الجمال، وأدي الزبدة يا جماعة. يالّا اتشجعوا واعملوا الخطوة دي بجد، والله بجد هتوفّر معاكم كتير جدًا، وهتملى بيتكم خير، مش هتحتاجوا تشتروا أي حاجة من برّه. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم وقدرت أفيدكم، واستنوني إن شاء الله في طريقة تخزين الجبنة القريش، والخض هاعمل معاكم حاجات كتيرة منه، بس كفاية أوي عليكم الفيديو لإنه طال جدًا، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.